انتي فاكرة ان الباتون ساليه تسالي فاضية وبتخسس؟ طب لو قلتلك ان شوية صغيرين منه ممكن يساوي وجبة كاملة في السعرات. الفيديو ده هيغير نظرتك للباتون ساليه للأبد، ركزي معايا للآخر. الباتون ساليه ببساطة هو نوع من البقسماط المملح مقرمش وطعمه حلو، بيتحب جدا مع الشاي او سناكس سريع. المشكلة فيه مش فيه، هو المشكلة في الكمية. المعلومات الغذائية في باتون ساليه لكل 100 جرام السعرات الحرارية 412 سعر حراري، بروتين 12 جرام، كربوهيدرات 68.4 جرام، دهون 9.5 جرام. يعني هو عالي السعرات والكربوهيدرات، وده بيخليه سهل جدا يخرجنا بره الدايت لو كلناه من غير حساب. واحدة باتون ساليه وزنها حوالي 11 جرام، فيها 45 سعر حراري، 1.3 جرام بروتين، 7.5 جرام كربوهيدرات، 1.4 جرام دهون. يعني قطعتين بس حوالي 90 سعر حراري من غير ما تحسي ان انتي شبعتي. طب لو كلنا 5 قطع وزنهم حوالي 39 جرام، فيهم 160 سعر حراري، 4.7 جرام بروتين، 26.6 جرام كربوهيدرات، 3.7 جرام دهون. وده رقم قريب من وجبة كاملة بس من غير ما تشبع جامد ولا فايدة كبيرة. ازاي ندخل باتون ساليه في الدايت؟ ينفع ندخل باتون ساليه في الدايت بس بشروط. حد اقصى قطعة واحدة او 2، يتاكل مع مصدر بروتين زي زبادي يوناني وجبنة قريش وبيضة. ما يتاكلش لوحده خالص، الافضل يكون بديل للعيش مش اضافة عليه. يعني ما ينفعش اكل سندوتش وبعدين اقول هات باتون ساليه للتسلية. طيب امتى نمنعه؟ لو بتعملي دايت قليل الكربوهيدرات، او لو عندك نهم، او بتفتحي الكيس وما تقفلهوش الا لما يخلص. لو الهدف تنشيف او نزول سريع ساعتها ابعدي عنه احسن. قبل ما تقفلي الفيديو افتكري ان المشكلة مش في الباتون ساليه، المشكلة في القطعة اللي بتجيب قطعة لحد الكيس ما يخلص. انتي مش محتاجة تمنعيه، انتي محتاجة تحسبيه قطعة واحدة بعقل، بيبقى دايت ماشي صح. لكن لو كيس كامل على الماشي تعب اسبوع بيضيع. اختاري تكوني ماسكة الدايت ولا الدايت هو اللي اكتبي لي رأيك في الكومنتات، وما تنسيش اللايك لو المعلومة فرقت معاكي، واستنوا الفيديوهات الجاية. سلام.